في حكايات كتير قوي انتشرت عن سحر الكبالة في الوطن العربي، بس قبل ما اكلمكم عنها هروح اعمل شاويكي. مبدئيا الحكايه اللي هقولها دي اتحكت على لسان واحد من الباحثين وراء سحر الكبالة، وهو باحث فلسطيني الاصل. الراجل ده كتب كل الحوادث اللي اتعرض ليها وهو بيدور ورا سحر الكبالة، والباحث ده بيقول ان سحرة الكبالة كانوا منتشرين بشكل كبير في القدس المحتلة لحد فترة قريبة، ومن ضمن السحرة دول كان في ساحر اسمه برنوخ، واللي كان ملقب نفسه بابن الشيطان، وده من اكتر الناس اللي عاشوا في القدس شر وخبث، وكان معروف عنه ان عنده القدرة على ممارسة كل انواع السحر الاسود، وكمان عنده علوم السحر القديمة والسفلية والمؤذية. وبيقال انه كان متخصص في نوع من انواع السحر اسمه سحر التراجيم، وده سحر خبيث بيندرج تحت اسحار الكبالة، وقليل جدا اللي بيقدروا يستخدموه او حتى عندهم معلومات عنه. وسحر التراجيم ده عنده القدرة على تسخير عدد كبير جدا من الجن السفلي، وبيدي للساحر القدرة على أمرهم بأي حاجة هو عايزها. والباحث الفلسطيني بيقول إنه فضل متتبع ابن الشيطان برنوخ، واكتشف إنه في يوم معين من أيام الأسبوع بيطلع لمنطقة صحراوية